أسعد الله مساءكم ومساءكم معطر بذكر الله، وبذكر الله تطمئن القلوب. وسؤال صغير لحضرتك، أنت بعيد عن ربنا ليه؟ هتقول لي لا أنا مش بعيد عن ربنا، أنا بصلي وبصوم واك 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 وبتعمل كل الحاجات اللي مطلوبة منك اللي هي ربنا كلفنا بيها. ولكن أنت بتروح تصلي وتصوم، ولو أنت تاجر سواعي بتغلف في بضاعتك ليه؟ ولو انت شغال في وظيفة وفيها فلوس بتتعامل مع الفلوس بترتشي ليه؟ حاجات كتير قوي وانت بتصلي وبتصوم انت بتعملها. لما بتروح العمرة عينيك بتبص يمين وشمال ليه؟ حد يقدر يقول لي اجابة السؤال ايه؟ انت بعيد عن ربنا ليه؟ سؤال صغير قد كده والاجابة صغيرة قد كده، بس الناس مش عارفينها. يعني ايه الناس مش عارفينها؟ يعني انت طول ما انت عندك النفس الأمارة بالسوء، نفسك بتسوقك بالأمر بالسوء، انت عايز علاج. علاجك ايه؟ تكتم بقك، تقفل بقك، ما تاكلش وتصوم، ولما تيجي تاكل بعد الصيام تاكل الطيبات، لان انت بتغذي هنا الوسواس الخناس اللي جواك. فعشان كده مش قادرة النفس اللوامة تلومك على شيء. النفس الأمارة بالسوء هي اللي شغالة معاك شغل 100 تقرأ القرآن تجيبك يمين وتجيبك شمال، تقف بين أيادي الرحمن تجيبك يمين وتجيبك شمال. طب ما تبص وترجع وتشوف القرآن قالك ايه؟ ده ربنا خرجنا من الجنة عشان خاطر بقنا والوسواس اللي وسوس لنا ناكل. يعني الأكل هنا هو أساس حياتك، يا تبقى مؤمن يا تبقى مسلم. أنت عايز تبقى إيه؟ يبقى لازم تدور على إن النفس اللوامة تشتغل معاك، والنفس الأمارة بالسوء تموت وتغور وتضعف. هو الشيطان هيفضل جواك حتى آخر العمر، ولكن فرق من انه ضعيف ما بياكلش وهزلان وهزيل مش هيقدر يشتغل عليك جامد، وفرق تاني لما يكون بقى واكل ومتغذي وقاعد يضرب شيشه جوه المعده وحاطط رجل على رجل وعمال ياخدك يمين ياخدك شمال. انت واخد بالك من الكلام؟ انت واخده بالك من الكلام؟ انت كده لما تمشي كده وتبقي سعيده قوي والناس بتعكسك، الوسواس الخناس جواكي متمكن منك، وانت نفس القصه. لو فاكر نفسك يعني ان انت ديك البراري، برضه نفس القصه، والوسواس الخناس عمال يسوقك لايه؟ الوسواس بيسوقكوا لايه وبيسوقنا لايه؟ بيسوقنا على البعد عن الرحمن، بيسوقنا على اننا ما نبقاش مؤمنين كمان، نفضل كده مسلمين والسلام. واخدين بالكم الكلام ولا اقول كمان؟ يبقى اول حاجة عشان تخلص من نفس الامارة بالسوء دي لازم تحافظ على معدتك وتاكل الطيبات اللي قال عليها الرحمن، وقالها لضياء العوضي عشان يقولها لنا كمان. خدوا بالكم الكلام مكتوبة في القرآن دلوقتي في لحظة تجيب الآيات اللي انت عايزها من على كل الناس معاها تليفونات وكل الناس معاها نت، هتخش تجيب الآيات اللي انت عايزها كلها. لو دورت على آيات المؤمنين هتخش تدور هتلاقي آيات المؤمنين. يبقى انت عايز ايه؟ عايز تنور مخك وعايز تبقى مؤمن؟ اقفل بقك شوية وما ترميش في صفيحة الزبالة اللي هي معدتك كل حاجة تقابلك. تحياتي واحترامي لكل الناس، ويا رب الناس تفهم.